يا سلام على العيد وجماله. في الفيديو ده هنتكلم عن أحسن 10 أفلام ممكن تتفرجوا عليها في العيد، سواء عايزين تضحكوا تعيطوا تتخضوا أو حتى تفكروا شوية. عندنا تشكيلة أفلام هتعجب الكبير قبل الصغير. حضروا الفشار وافتحوا التكييف ويلا بينا نشوف القائمة اللي هتخلي العيد ده مش عادي خالص. يلا بينا. رقم 1: القطار إلى بوسان. هو فيلم كوري جنوبي من نوع رعب وإثارة، اتصدر سنة 2016. بتدور قصته حوالين انتشار فيروس غامض بيحول الناس إلى زومبي متوحشين. قصته باختصار شديد بيتكلم عن أب مشغول جدا، كل حياته شغله بس، وهو البطل، وعنده بنت صغيرة قلبها أطيب من العسل. البنت نفسها تشوف أمها اللي عايشة في مدينة بوسان وتقرر تسافر لها في يوم عيد ميلادها، والأب علشان يكفر عن تأثيره بياخدها معاه في القطار السريع من سيول لبوسان. الرحلة شكلها عادية في الأول، لكن فجأة الدنيا بتقلب فيلم رعب حرفيا. واحدة مصابة بفيروس غريب بتركب القطار في آخر لحظة وبتتحول قدامهم لزومبي شرس، ومن هنا بتبدأ رحلة الرعب. العدوى بتنتشر بسرعة والركاب بيتحولوا واحد ورا التاني. القصة بقى مش بس بتتكلم عن الزومبي، لأ، القصة بتتكلم عن الناس وقت الأزمة. تلاقي اللي بيضحي بنفسه علشان غيره، وتلاقي اللي ماشي بمبدأ أنا ومن بعد الطوفان. والأب اللي كان أناني شوية بيتغير قدام عينينا ويبدأ يحس بالناس اللي حواليه، ويتحول من أب مشغول لأب بطل حقيقي. بعد كده هنخش في التقيل. رقم 2: Old Boy. الفيلم الكوري ده نسخته الأصلية كانت سنة 2003، وده مش فيلم عادي خالص، ده واحد من أقوى الأفلام النفسية في التاريخ. وقصته سوداوية شوية. بيتكلم قصته عن البطل، راجل عادي جدا بتاع مشاكل وبيشرب، وفي يوم هو راجع من المكان اللي بيشرب فيه كده في- وكل يوم أكلة تجيله من فتحة الباب، وبيعيش كده 15 سنة. طبعا خلال السنين دي بيتفرج على التلفزيون وبيكتشف إن مراته اتقتلت وإن هو المشتبه الوحيد في قتلها، وبنته كمان بتختفي. فجأة بيتساب حر كده من غير أي تفسير، وهنا بتبدأ الرحلة. أنا اتخطفت ليه؟ ومين اللي عمل فيا كده؟ وهل لسه ليا مكان في العالم ولا لأ؟ الفيلم من اللحظة دي بيقلب على تحقيق وانتقام وقتل. تخليك تقول ايه ده بصوت عالي حتى لو بتتفرج لوحدك. في وسط كل السوداوية والدراما هتلاقي مواقف كده خفيفة الدم. رقم 3: فيلم الصامتون. هو فيلم درامي واقعي، مش رعب ولا أكشن، لكن مرعب بواقعيته. مؤلم جدا لأنه للأسف مبني على قصة حقيقية حصلت فعلا في كوريا. قصته بتبدأ بالبطل وهو أستاذ طيب القلب بيروح يشتغل في مدرسة داخلية للأطفال الصم والبكم. راجل بسيط بيشتغل بيربي بنته الصغيرة لوحده بعد وفاة مراته. المدرسة شكلها من بره تحفة، منظمة ونظيفة، وبتخدم فئة مهمشة وهم الأطفال الصم. بس من أول يوم بيبدأ يحس إن في حاجة غلط. الأطفال خايفين زيادة عن اللزوم، بيبعدوا عن الكبار وبيتصرفوا بشكل مريب. وبعد شوية بيبدأ يكتشف الحقيقة الصدمة، إن في أطفال بيتعرضوا لاعتداءات جنسية وجسدية من المدرسين والإدارة نفسها ولسنين طويلة. والأكثر قسوة إن الناس عارفة بس ساكتة. الفيلم بيقلب لقصة كفاح وعدالة. الأستاذ أو البطل بمساعدة ناشطة حقوقية شجاعة بيحاولوا يواجهوا المدرسة ويرفعوا قضية وينقذوا الأطفال. لكن زي ما بتتوقع الدنيا مش وردي. الفساد وصل للشرطة وللمحكمة وحتى لأهالي بعض الأطفال اللي خايفين من الفضيحة. كل ده والفيلم بيوري لك وجوه الأطفال، نظراتهم، صمتهم وألمهم، وده بيوجع أكتر من أي مشهد تاني. بعد ما اتعرض الفيلم حصلت ضجة كبيرة جدا في كوريا، والناس خرجت في مظاهرات والحكومة اضطرت تعيد فتح القضية تاني. رقم 4: فيلم التفاوض. بيتكلم عن البطلة اللي بتشتغل ضابط شرطة شاطرة جدا في التفاوض مع المجرمين. يعني شغلها إنها تقنع الناس اللي ماسكة رهائن إنهم يسيبوا اللي معاهم ويسلموا نفسهم من غير دم. في يوم بيتكلم معاها رئيسها وبيقول لها عندنا حالة خطيرة جدا. في راجل وهو البطل خطف ناس وبيهدد بقتلهم، وطلب إنك انت اللي تتفاوضي معاه. والمجرم ده مش أي حد، ده تاجر سلاح خطير ودماغه لفة، وبيتكلم معاها من تايلاند عن طريق الفيديو المباشر. في الأول بتفتكر إنه مجنون وبيهدد،
وبس، لكن مع الوقت بتكتشف إن وراه قصة تقيلة وإنه بينتقم لموت أخته، ومش جاي يطلب فدية أو يهرب، لأ ده جاي يكشف فساد كبير ويعري ناس كبيرة جدا في البلد. والأخطر إنه هو فعلا عنده حق وإن الناس دي فعلا فاسدة. رقم 5، فيلم دونت كراي مامي أو ما تبكيش يا ماما. القصة بتتكلم عن ست قوية وهي البطلة، هادية وعايشة لوحدها مع بنتها الوحيدة. البنت دي في سن المراهقة، مؤدبة، ما بتعملش مشاكل، وبتحب الرياضة خصوصا التايكوندو. بس في وسط هدوء حياتهم بتحصل حاجة تهد كل حاجة فوق دماغهم. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل إن البنت بتقع ضحية اغتصاب جماعي على يد مجموعة من الطلبة في مدرستها. والمصيبة مش بس في اللي بيحصل، المصيبة إن الولاد دول عايشين عادي ولا كأنهم عملوا حاجة، والسبب إنهم تحت السن القانوني، يعني القانون الكوري ما بيقدرش يعاقبهم عقاب حقيقي. الأم بتحاول تاخد حق بنتها، بتروح للشرطة، للمدرسة، للقضاء، لكن الكل بيقول لها معلش هم قصر، ما نقدرش نعمل كتير. يعني ببساطة الحق ضاع والبنت خلاص اتكسرت. المشكلة بقى مش في كده وبس، المشكلة كمان إن البنت ما بتقدرش تتحمل العذاب النفسي ونظرات الناس وقلة العدالة، بتوصل بيها المرحلة إنها بتنتحر، بتموت، وتسيب مامتها غرقانة في حزن وغضب وألم. هنا بقى بتبدأ الأم تتغير 180 درجة، وبتبدأ تنتقم. ما دام القانون ما جابليش حق بنتي أنا اللي هجيبه بإيدي. تبدأ تراقب الأولاد واحد ورا التاني وتعرف حركاتهم، وتبدأ بخطة انتقام مرعبة وباردة. هي ما بتصرخش وما بتعيطش، بس كل حاجة بتعملها فيها نار من جوه. الفيلم ما بيقدمش الانتقام على إنه حاجة بطولية، لأ بيوريك إن الانتقام مؤلم ومليان تبعات، وإنك حتى لو خدت حقك هتفضل مكسور. رقم 6، فيلم منتصف الليل. هو فيلم كوري إثارة وتشويق، نزل سنة 2021، وبيتكلم عن بنت صماء بتتورط في مطاردة مرعبة مع قاتل متسلسل في نص الليل. القصة بيتكلم عن البطلة، بنت شغالة في خدمة العملاء بلغة الإشارة، يعني بتساعد ناس صم زيها. ويوم وهي راجعة بالليل من شغلها بتشوف بنت تانية بتتقتل قدامها، ومن هنا تبدأ الكارثة. القاتل وهو البطل شكله طبيعي جدا ومش يبان انه مجرم، بس هو مختل وقاتل متسلسل. ولما يشوف ان البطلة شافت الجريمة بيقرر يطاردها علشان يتخلص منها. بس المفاجأة ان البنت دي مش سهلة خالص، وعلى قد ما هي ما بتسمعش بتستعمل كل حواسها التانية علشان تهرب منه وتحمي نفسها. التوتر في الفيلم عالي جدا، وفكرة ان البطلة صماء مخلياك تحس بالرعب اكتر، لانك زيها ما بتسمعش اي حاجة، وده بيخليك تتوتر اضعاف. اداء الممثلين جامد جدا، خاصة البنت والراجل البطل. رقم 7، المفقود. فيلم كوري من نوع غموض وتشويق ونفسي، نزل سنة 2017. القصة والفيلم بيتكلم عن عيلة بتنتقل لبيت جديد، وبتلاقي ولد اسمه جين سوك عايش مع أبوه وأمه وأخوه الكبير اللي اسمه يون سوك. في ليلة من الليالي أخوه الكبير بيتخطف قدامه، وبعدها بيرجع ب19 يوم. بس لما بيرجع بيبقى شخص غريب جدا، تصرفاته مش طبيعية، بيقول حاجات مش منطقية، وتحس إنه مش نفس الشخص. جين سوك بيبدأ يشك، ده مش أخويا وفي حاجة غلط، إيه اللي حصل في ال19 يوم دول؟ ومن هنا تبدأ رحلة البحث عن الحقيقة، واللي هتكتشف فيها إن كل حاجة كنت فاكرها. رقم 8، إكستريم جوب. الفيلم كوميدي أكشن شرطة وتحقيق، اتصدر سنة 2019. بيحكي عن فرقة شرطة فاشلة شوية، كل مرة بيجربوا يقبضوا على عصابة الدنيا بتبوظ منهم. المهم الأمر بيراقبوا عصابة مخدرات خطيرة، فبيقرروا يعملوا كمين سري، يعني يستخبوا ويقربوا منهم من غير ما حد يعرف. فيعملوا ايه؟ يشتروا محل فرايد تشيكن، دجاج مقلي، جنب وكر العصابة، ويتظاهروا انهم شغالين فيه علشان يراقبوا العصابة من غير ما يبانوا. الصراحة فكرة جهنمية. لكن اللي بيحصل ان الناس حبت الفراخ بتاعتهم جدا، والمحل فجأة بقى مشهور جدا والناس طوابير عليه، فبقوا مش عارفين يركبوا الشرطة والشغل الشرطي ولا يكملوا في مطعم الفراخ بتاعهم. الفيلم فيه كوميديا غير تقليدية هتضحكك من قلبك فعلا، وفيه مد أكشن كمان بس بطريقة هبلة ومضحكة جدا. أداء الممثل رهيب، كل واحد دي شخصية فريدة جدا. رقم 9، فيلم رومانسي وعاطفي جدا، أخيرا فيلم رومانسي.
اسمه فتاة القرن العشرين، نزل سنة 2022 على نتفليكس. الفيلم بيحكي عن البطلة وهي بنت عندها 17 سنة، عايشة في أواخر التسعينات سنة 1999. بتكون أعز صاحبة لواحدة اسمها يوندو. يوندو بتحب ولد في المدرسة، بس فجأة لازم تسافر لأمريكا علشان تعمل عملية. فبتطلب من البطلة إنها تراقب الولد اللي بتحبه في كل حاجة عنه، بيحب إيه ويصحى الساعة كام وبيحب ياكل إيه، علشان لما ترجع تبقى عارفة كل حاجة عنه. البطلة بتوافق وتبدأ تراقب الولد، بس وهي بتراقبه بتقع هي في حبه، ومن هنا تبدأ القصة. رقم 10 والأخير مسك الختام، فيلم على قيد الحياة، نزل سنة 2020 وحقق نجاح كبير جدا على نتفليكس، خصوصا وقت الكورونا لأنه فعلا حسس الناس بالعزلة. الفيلم بيبدأ بشاب هو البطل قاعد في شقته لوحده بيلعب جيمز على الكمبيوتر، وفجأة بيشوف خبر إن في فيروس غريب انتشر والناس كلها بتتحول لزومبي. في لحظة الدنيا بتتقلب والشارع كله بيبقى فوضى، وهو بيقرر على نفسه الشقة علشان يحمي نفسه. كل اللي حواليه بيتحولوا والمية بتفصل والشبكة بتقطع، وبيفضل محبوس لوحده ويحاول ينجو. وهو فاقد الأمل كده بيكتشف إن في بنت تانية في العمارة المقابلة لسه عايشة، ويبدأوا يتواصلوا من بعيد ويحاولوا يساعدوا بعض رغم الظروف.